السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد ووصفة جديدة على قناة كويزين نظرية. عودة أخرى بعد غياب. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في تمام الصحة والعافية. وضمن الأطباق الرئيسية نقترح عليكم طبق رئيسي، طبق ديال الأرنب، أرنب معمر ومحمر بمذاق كيجمع ما بين المالح والحلو من أروع ما يكون. وصفة غادي نشاركها معكم بكل تفاصيلها. إلا كنتوا أول مرة كتشوفوا القناة ديالي ما تبخلوش عليا بالاشتراك مع تفعيل الجرس باش دائما تتوصلوا بكل جديد. ما نطولش عليكم، نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير وفرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله. بداية غادي نحضروا الحشوة هي الأولى. عندي بصلة متوسطة مشلضة رقيقة، غادي نزيد عليها شوية ديال القزبور والمعدنوس مقطعين بشكل رقيق، ثم غادي نضيف 2 فصوصة ديال الثوم محكوكين. 2 فصوصة ديال الثوم كافيين، اللي كيبغي الثوم بالزايد ممكن يستعمل حتى 3 ديال الفصوصة ديال الثوم. من بعد غادي نضيف التوابل. بالنسبة للتوابل غادي نحتاجو عندي ملح حسب الذوق، تقريبا واحد المعلقة صغيرة، حيت مازال غادي نستعمل الزيتون كيكون مالح. غادي نضيف نص معلقة صغيرة ديال الإبزار أو الفلفل الأسود، مع معلقة صغيرة عمرة مزيان ديال سكينجبير، وغادي نزيد نص معلقة صغيرة ديال الخرقوم أو الكركم. ثم غادي نضيف القليل من الملون الغذائي، كيبقى اختياري اللي بغا يستعمله او يستغنى عليه، لكن كيعطينا اللون خصوصا في اللحوم اللي كتكون محمرة سواء ارنب او دجاج. كنخلط الحشوة ديالي او الشرمولة ديالي عفوا، وغادي ناخد منها 1-2 معالق كبار، غادي نخليهم جانبا كيف ما كتشوفوا معايا. من بعد غادي ناخد الزيتون، عندي شويه ديال الزيتون اخضر مقطع، الا كان متوفر، الا ما كانش ماشي بالضروره، لكن كيتواتى مع هاد الحشوه ومع الشعريه الصينيه. عندي هنايا الكبده ديال الارنب اللي سلقتها في الماء وقطعتها لمربعات. عندي هنايا 2 مكعبات ديال الشعريه الصينيه اللي رطبتها في الماء طايب وصفيتها. كنضيفها على هاد الحشوه او على هاد الشرموله. ثم كنضيف الزيت، زيت نباتيه، ممكن تستعملوا حتى زيت الزيتون، وكنخلط الكل جيدا. هكذا كتكون الحشوه ديالي واجده. غادي نخليها جانبا، ومن بعد غادي ناخد الارنب ديالي. طبعا الارنب ديالنا كيكون مغسول مزيان بالطريقه اللي كنغسلوا بها الدجاج. ارنب بحجم متوسط. هنا غادي ناخد هاد الشرموله اللي احتفظت بها في الاول، غادي نزيد عليها شويه ديال الماء، وهي باش غادي نشرمل الارنب ديالي من الداخل، باش هكا اللحم ديالو كيتشرمل وكيجينا متبل ومنسم. احسن من اننا نضيفو الشعريه مباشره. كنشرملو مزيان من البطن ديالو وكذلك من على برا، وكنشرملو كذلك حتى من جهه ديال الراس انا كنتعمد انني نخليه، اللي ما كيعجبوش ممكن يحيدو، كتبقى مساله اختياريه. هنا غادي ناخد الحشوه ديالي وغادي نبدا كنعمر الارنب ديالي من البطن. نقطة مهمة ضروري ما نشير ليها هي أنكم توصيو الشخص اللي غادي يذبح لكم الأرنب يحلو من البطن بشكل طولي، هكا غادي يسهل عليكم التعمار ديالو وحتى الخياطة ديالو، عكس إلا كان محلول بالعرض. غادي نعمر هاد الشعريه اللي عندي، والكميه اللي غتبقى طبعا ما غاديش تضيع. كناخد ابره وخيط وكنبدا كنخيط الارنب ديالي من البطن. ممكن تستعنوا كذلك بالاعواد ديال الاسنان، لكن كنفضل هاد الطريقه حيت بهاد الطريقه الشعريه ما كتسربش وكتبقى مجموعه. غادي نخيطو حتى نكمل، ومن بعد غادي تشوفوا معايا المرحله المواليه. نقطة مهمة ضروري ما نشير لها وهي الحشوة أو العمارة. ماشي بالضرورة تلتزموا بنفس الحشوة اللي استعملت أنا اللي هي الشعرية، ممكن تعوضوها بالروز في حالة كنتو ما كتبغيو الشعرية أو ما كانتش متوفرة. كتاخدوا الروز وكتسلقوه، كتخليوه حتى كيبرد، وكتضيفوا عليه باقي المقادير وكتخلطوهم وكتعمروا الأرنب ديالكم وكتخيطوه. هنا كناخد الباقي ديال الشرمولة وكندهن بها الارنب ديالي مزيان من على برا باش هكا كيتبل وكيتشرمل. هنا كنكون ساليت التتبيل ديالو او الشرموله ديالو، كيجينا بهذا الشكل. ارنب بحجم متوسط، كميه كافيه
ل3 حتى 4 أشخاص. هنا عندي صينية ديال الفران اللي فرشتها بالورق ديال الألومنيوم وفرشتها كذلك بالورق ديال الطهي. كنوضع الأرنب ديالي في الصينية، وهنا كنزيد المتبقي من الشعرية كنوضعها على جنب باش هكا كطيب حتى هي كيف سبق وشرط، حتى حاجة ما كتضيع. كنوضع شوية عند الراس ديالو إلى جه الجوع وبغى ياكل على سبيل الدعابة. كنغطي الأرنب ديالي مزيان بالورق ديال الطهي ومن بعد بالورق ديال الألومنيوم، وغادي ندخل الصينية ديالي للفران. عندي فران اللي مسخن من قبل على 220 درجة، وغادي نخليه يطيب على خاطرو حتى كيطيب. من بعد ما دخلت الصينيه ديالي الفران، الان غادي نوجد واحد البصله معسله هي باش غادي نرافق هاد الارنب. غادي ناخذ واحد 3 د الحبات ديال البصل بحجم كبير، وكنبدا كنقطع البصله ديالي بشكل شرائح او بشكل طولي كيف ما كتشوفوا معايا حتى كنسالي الكميه اللي عندي. من بعد ما ساليت التقطع ديال البصله وضعتها في بول وكنحلها بهذا الشكل باش هكا كتجينا البصله ديالنا مفروزه ومحلوله. خديت طنجره ديال الضغط اللي فيها شويه ديال الزيت، كنوضع فيها البصله وغادي نزيد عليها شويه ديال الملحه. طبعا الملحه حسب الذوق، ما غاديش نكتر الملحه حيت البصله ديالنا غادي تجيب طيبه الحلاوه. كنسد على الطنجره وكنوضعها فوق النار على عافيه اللي هي مهيله حتى كتبالي البصله دبالت ونزلات بحال اللي كتشوفوا معايا. هنا غادي نزيد عليها شويه ديال الملون الغذائي باش كيعطينا اللون محمر للبصله. كنخلط الكل جيدا حتى كنتحصل على هذا اللون. من بعد غادي نضيف شويه ديال الزبيب. عندي زبيب اللي نقعته في الماء وصفيته، الكميه كتبقى حسب الرغبه. ثم غادي نرجع الطنجره ديالي فوق النار دائما على عافيه اللي هي مهيله. البصله هنا تقريبا كتكون طابت. غادي نضيف التوابل. عندي نص معلقه صغيره ديال السكنجبير مع واحد 4 معالق صغيره ديال الابزار، نص معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نزيد السكر. عندي 3 د المعالق صغار عامرين ديال السكر، ممكن تعوضوا السكر بالعسل. كنخلط الكل جيدا وغادي نرجع الطنجره ديالي فوق النار مع التحريك المتواصل. هنا تقريبا كتكون البصله ديالي تعسلات وتقريبا واجده. كتجينا بهذا الشكل بصله اللي كطيب بسرعه حيت استعملنا الطنجره ديال الضغط. اللي كيكون عنده الوقت ممكن يستعمل الطنجره العاديه، لكن ربحا للوقت استعملت الكوكوت. الارنب هنا كيكون طاب، خرجته من الفران. وهنا عندي واحد الخلطه اللي كتكون من الزبده ولا موطارد والهريسه، خلطتهم مع بعض وكندهن بهذه الخلطه الارنب باش غادي نرجعوا للفران يتحمر وياخذ لون ذهبي. تقريبا واحد 10 دقائق فقط في الفران. ونجيو الان للمرحله ديال التقديم. من بعد ما تحمر كنوضع الارنب في الطبق وكنوضع فوق منه البصله المعسله اللي حضرنا من قبل. طبق يغري بالتجربه خصوصا لعشاق الارانب، طبق كيجمع ما بين المالح والحلو. ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه اخرى بطريقه اخرى. يكفي انكم تشجعوني في هذا الفيديو، تخليوا لي اللايكات ديالكم والتعليقات. هنا عندي تفاح معسل كنرافق به هذا الطبق. كيف سبق وشرط طبق كيجمع ما بين المالح والحلو. وغادي نزين كذلك بحبات من اللوز وباللوز ايفيلي كان عندي استغليته في هذه الوصفه. تقريبا هكذا كيكون الفيديو ديالي وصل للنهايه. الا كنتوا من عشاق الارانب خليوها لي في التعليقات. ما تنسونيش من اللايكات ديالكم. وصفات كثيره كاينه في القناه، للاسف ما نالتش حظها في المشاهده، نتمنى تشوفوها مرة أخرى. طبق يغري بالتجربة، جربوه بطريقتي وعلى ضمانتي. أستودعكم الله إلى فيديوهات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله.